كاملين بينا تأثّرنا بديك الفاجعة اللي وقعت في الجزائر، وأنا شخصيًا ملي شفت هذاك الفيديو ما قدرتش لدابا ننسى الصراخات ديال دوك الوليدات، فيديو اللي كيضر في الخاطر واللي خلّى كلشي كيحس بالألم بغض النظر على أي حدود وأي خلافات. الحادثة وقعت نهار 16 يوليوز 2026 داخل مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية في الجزائر العاصمة، وحسب التحقيقات الأولية السبب كان هو تماس كهربائي اللي أدى لاندلاع الحريق، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة هذا الشي خلّى النيران تنتشر بسرعة داخل المؤسسة، وللأسف هذه الفاجعة خلفت الوفاة ديال 11 طفل ومعاهم مربية اللي كانت كتسهر على الرعاية ديالهم، وحسب ما هو متداول المربية حاولت أنها تنقذ أكبر عدد ممكن وتعطيهم فرصة للنجاة، لكن شاء القدر أنها حتى هي فرقت الحياة معاهم، وبالرغم من الرحيل ديالها إلا أن الاسم ديالها غادي يبقى في الذاكرة. الله يرحمها والله يصبر الأهل ديالها. ومن هنا ومن قلب المغرب بغيت نتقدم بأحر التعازي للشعب الجزائري الشقيق ولكل المسؤولين والقائمين على هذه المؤسسة ولكل الأطر والمربيات اللي كانوا كيسهروا على رعاية هاد الأطفال، وخاصة للناس اللي كانوا قرابين منهم ومعتبرينهم بحال ولادهم. الله يرحم جميع الضحايا ويجعلهم من طيور الجنة، والله يشفي جميع المصابين، والله يلهم الشعب الجزائري الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.